فلذلك بقى لو انت بتفكري تشتري السيراميك وخلاص لازم تجيبيه، هات المصري ده. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي انت هتحبوها قوي، واللي انا عاملها اصلا عشان اريح بها قلوبكم في سلسلتنا الجميله اللي مكملين فيها، وهي ميزانيه اطقم المطبخ وانواع اطقم المطبخ وازاي تختاريها في 2024. فسيب اللايك بتاعك واعمل اشتراك في القناه، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاع النهارده بيتكلم عن ايه. موضوعنا النهارده واللي هنتكلم عنه هو طقم السيراميك. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن ميزانيه اطقم المطبخ وانواعها، وبدانا بطقم الاستانلس كبدايه وعرفنا الانواع بتاعته والاسعار وازاي تختاري طقم الاستانلس وتعرفي ان هو كويس ولا لا. وفي الفيديو اللي بعده اتكلمنا عن طقم الجرانيت وعرفنا الانواع بتاعته واسعاره وازاي برضه نعرفه وازاي نشتري الكويس منه. النهارده جه دور طقم السيراميك اللي هو مش اساسي معانا خالص في الجهاز، ودي المعلومه اللي انا جاي اوضحها لكم النهارده. اطقم السيراميك اللي موجوده في السوق المصري دلوقتي مش كتير، لان في انواع كتير جدا سحبت نفسها بعد ظهور الجرانيت وظهور التيتانيوم فيما بعد، لان اكتشفنا كتير من العيوب واكتشفنا حاجات كتيره جدا كانت سيئه من طقم السيراميك. فلذلك معظم الشركات بقت تستبعد السيراميك وهي بتحاول تحسن من جودته، بس برضه في نفس الوقت مهما كان بقى ميول الناس للحاجات الاحدث هي الاختيار الامثل دلوقتي، ان معظم الناس اصلا خلاص بقت تروح تشتري الجرانيت وتشتري التيتانيوم وتقول لك خلاص بقى السيراميك ايه راحت عليه. فلذلك اسعار السيراميك برضه بالنسبه لاسعار الجرانيت واسعار التيتانيوم فهي قليله وحنينه. دايما لما بيجي لي ام او اب او بيجي لي بنت فبنصحهم بحاجات معينه زي ما بنصحكم وبتكلم معاكم في الفيديو كده بالظبط، لان انا بشوف امهات كتير جدا بتبقى حاضره معايا في الفيديو. اي نعم محدش بيسيب تعليق بس مش مشكله، ادينا لسه بنتعرف على بعض. في البدايه لازم بعرفهم ان طقم الاستانلس ده اساسي وطقم الجرانيت اساسي، سواء بقى عايزه تختاري سيراميك، عايزه تختاري تيفال، عاوز تختاري الومنيوم، او حتى صاج تيفال او صاج جرانيت او الكلام ده كله، فده بيكون من اختياركم. انما المرشح الاساسي هو طقم الاستانلس ودوت مفيش خلاف عليه نهائي. اما بالنسبه لطقم السيراميك اللي موجوده فانا جايب لكم نوعين، نوع تركي ونوع لو حد بيضحك عليكم هيقول لكم ان هو كوري، لكن هو في الاساس مصري. انما كتشطيب وشغل وجوده بصراحه ما يتقالش عليه مصري، هو فعلا ممكن يتقال عليه كوري، بس احنا طبعا ما ينفعش، لان دي بتبقى امانه ومصداقيه بالنسبه لنا وبالنسبه للعميل، ما ينفعش ان احنا نغشه او نضحك عليه مقابل سعر. فلذلك تعالوا النهارده نستكشف طقم السيراميك ونعرف احنا نشتريه ولا لا. اولا السيراميك بينزل منه اليد البكاليت زي اللي انتوا شفتوها معانا في الفيديوهات قبل كده، اللي هي بتبقى معموله من بلاستيك مقاوم للحراره، بتكون مربوطه بمسمار او يد منه فيه زي ما انتوا شايفين الحله معايا دي كده بالظبط. لو انت مصممه على طقم السيراميك وحاكمه دماغك اللي انت لازم هتجيبيه، فانا هقول لك هات اليد منه فيه المصري. ايوه المصري، لان اللي بيكون بيد منه فيه دوت بيكون استعماله اريح واحسن بكتير، وفي نفس الوقت بيكون عملي شويه عن اللطقم اللي هي بيد بكاليت بالشكل ده. ولو جينا نبص من الناحيه الماديه فاحنا مش هنلاقي اصلا توفير في حاجه، لان هو برده الطقم دوت في نفس الفئه السعريه بتاع الطقم ده برده، بس ده تركي ودوت مصري. اطقم الجرانيت معظمها معانا في السوق بتكون مكونه من 9 قطع، اللي بيكتب عليها 10 بيكتب عليها 11 بيحط عليها مسكات بس، اللي هو المسك بتاع الحلل اللي زي دي. انما هو في الاساس بيكون 4 حلل، ومعظم اللطقم بتبقى 4 حلل ومعاهم جريل او معاهم قلايه حسب تكوين الشركه اللي منزلاه. اهو زي ما انتم شايفين كده الكتابه بالظبط والتوزيع الحراري بتاعه من ورا، وهو ميد ان تركي. وده كده شكل السيراميك معانا اهوت باللون دوت، وده كده شكله بالغطا بتاعه. اما بقى بالنسبه للطقم دوت فهو اسمه وان سافلون، اهو زي ما انتم شايفين بالظبط كده مكتوب عليه وان سافلون ومكتوب عليه كوريا، لكن الطقم في الحقيقه هو ميد ان ايجيبت. وزي ما انتم شايفين كده برده اللون بتاعه والتشطيب بصراحه يتقال عليه كوري، يعني ما يتقولش عليه خالص ان هو مصري. حتى الغطا بتاعته والشكل بتاعه والحاجات دي كلها، حتى منافذ البخار كلها نفس الكوري بالظبط. فلذلك لو بتفكري في سيراميك فخليكي في المصري، شجع المنتج المصري لان عالي الجوده قوي. طب ليه هم كاتبين عليه كوري رغم ان هو مصري؟ لما كده غش برده. لا، احنا في مصر بصراحه عندنا عقده الخواجه، اللي هو مثلا هقول لك الطقم ده مصري وحش بدون اي مناقشه، اول كلمه هتقوليها وحش. فلذلك انا برد عليكم واقول لكم لا تماما، هو لو وحش انا مش هشتغل فيه عن نفسي، لان انا بحب اشتغل في اللطقم اللي هي بيض وش بصراحه. هي مش عارف هيبيض اكتر من كده ايه، بس ايه هي بيضه اكتر برضه. ومعظم اللي بيتعامل معايا وعارفني وبيتعامل معايا من زمان عارف كويس ان احنا بنحب نشتغل في الحاجه الموثوق منها والحاجه اللي انت تاخديها، وما تجيش ترجعي تندمي اللي انت اشتريتيها. بالنسبه لطقم الوان سافلون دوت فهو بينزل منه الجرانيت وبينزل منه السيراميك، المصنع مصري بعماله مصريه، بس مهندسين كوريين جايين هنا مخصوص عشان خاطر يخرجوا لنا الشغل هنا في مصر
زي ما هم بيخرجوه من كوريا بالظبط، لان عمليه الاستيراد قلت عن زمان، فلذلك الناس كلها بقت تلجأ للتصنيع في مصر، والبلد ذات نفسها كمان مصر بقت تتجه للتصنيع. فلذلك يجب ان احنا نشجع المنتج المصري طالما هو الجوده بتاعته كويسه والاسعار بتاعته كويسه والخامه بتاعته كمان كويسه. وتحيا مصر تحيا مصر. فلذلك بقى لو انت بتفكري تشتري السيراميك وخلاص لازم تجيبيه، هات المصري ده. انما في المجمل ونصيحتي المعظم اللي بيدخلوا لي بقول لهم بلاش سيراميك، لان بصراحه هو مش مقاوم للخدش. يعني ممكن لو غلطت واستخدمت معاه معلقه ستانلس هيتخدش منك وهيبقى شكل الحله وحش. بالاضافه كمان ان الناس كتير اشتكت ان الحله بتصفر من جوه لما بتستخدموها اكتر من مره في عمايل الاكل، بعكس الجرانيت والتيتانيوم تماما. فلذلك انتوا لكم حريه الاختيار، وانا عليا ان انا اوفر لكم المنتج. انا عن نفسي لو هشتري البيت مش هشتري السيراميك، انا هشتري ستانلس وهشتري جرانيت، وممكن اشتري معاهم تيتانيوم او اشتري معاهم تيفال، وهستبعد برضو الالومنيوم. وفي طبعا ناس فكرها بيبقى غيري، وطبعا دوت لولا اختلاف الاذواق لبارد كل السلع. فانا طبعا بعرض نصيحتي وفي الاخر انتوا اللي بتحكموا. في ناس طبعا عندهم طقم الالومنيا ده اساسي، مش مهم اي حاجه تانية بس اساسي طقم الالومنيا، في ناس كده. وفي ناس بالنسبه لهم طقم السيراميك ده اساسي، خلاص مفيش مشكله. في ناس بقى بتحبش الاستانلس خالص، عادي برضه مفيش مشكله. فكل واحد له حريه الاختيار، وانا عليا اللي انا اوفر لكم المنتج. بالنسبه للاسعار ما تجيبوش طقم السيراميك اقل من 4000 جنيه، لا اما ما تجيبوش خالص عشان تجيبوا حاجه كويسه وحاجه نظيفه مش اقل من 4000 جنيه. خلاص كده يعتبر الفيديو بتاعنا النهارده خلص كده، وقدمت لكم اطقم السيراميك وقدمت لكم نصيحتي وخبرتي في اطقم السيراميك، وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون استفدتوا النهارده وتعرفوا تقرروا تختاروا السيراميك او لا، ولو حابين تشتروها هتشتروا انهي وفرنش كام. انا وضحت لكم كل المعلومات ديت، فما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ودعمونا عشان نستمر في فيديوهات ثانيه كتير، وتعملوا اشتراك في القناه. اما اللي محتاج يستفسر عن اي حاجه فانا بسيب لكم رقم التليفون بتاعي اهوت. اما العنوان بتاعي فانا في مركز توخ محافظه القليوبيه شارع جلال الحجاج امام قاعه الف ليله وليله. هتيجوا هنا وتسالوا عن سنتر الابرار وهتلاقوا 1000 مين يدلكم. في نهايه الفيديو تحياتي ليكم اخوكم وابنكم اسامه ابو انس. سلام.